السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم يا جماعة برضو بشكل توضيحي عن نظام الطيبات بتاع الدكتور ضياء العوضي، وهنوضح كده المسموحات والممنوعات اللي فيه، وهنديك كده فكرة برضو بالمسموحات مكتوبة كده قدامك ايه والممنوعات، وممكن تنقل انت كده في ورقة برضو كده من الفيديو، وقف الفيديو واحدة واحدة وانقل كده منه، بحيث ان انت بقى معاك ورقة مكتوب فيها المسموحات والممنوعات وتمشي عليها ان شاء الله، وربنا يجيب الشفاء باذن الله، وربنا الشافي العافي. دي مجرد اسباب يا جماعة، وربنا هو طبعا الشافي العافي يعني. ودي اجتهادات من الدكتور ضياء، بس هو حقق فعلا على ارض الواقع حالات كتيرة جدا معاه شفيت يعني، هو قادر يتكلم عن نفسه، بس انا هتكلم يعني عن نظام الطيبات والمسموحات اللي فيه والممنوعات، وربنا يجيب الشفاء للناس كلها باذن الله. ودي عن تجربة انا جربته يعني، والحمد لله ربنا انعم عليا بالشفاء، وديني لسه برضو ماشي عليه، وربنا يجيب الشفاء التام باذن الله. انا بشارككم يعني التجربه بتاعتي، وحابب ان انا افيد الناس يعني زي ما انا استفدت، وبحاول اسهل لكم الموضوع واوضح لكم الحاجات اللي هي غايبه عنكم، وبحاول اسهل لكم الامور يعني بمنتهى السهوله، وربنا ييسر يعني. اول حاجه معانا التوست بالرده، نوع ريتش باك يا جماعه. نوع ريتش باك دي موجوده في السوق في السوبر ماركت، ما تجيبش غيرها، لان الدكتور وصى بيها العلاج، وقال ان هو حقق نتائج كتيره بالتوست دوت بديل الخبز، وبديل الدقيق بشكل عام. تاني حاجة طبعا وأساسي زيت الزيتون. ده زيت الزيتون حاول تدخله معاك في الغذاء بتاعك بشكل دايم كده، هتاخد منه نتائج كويسة بإذن الله. بالتوست كده، وغمس كده شوية زيت زيتون كده، غمسهم وافطر بيهم الصبح، لأن النظام معتمد على الدهون والزيت اللي بيخش في جسمك يعني. بعد كده الزبدة والسمنة البلدي معانا يا جماعة من المسموحات، والقشطه طبعا معانا، والدكتور ضياء وصى بيها ان دي الدهون طبعا اللي انت بتاخدها وبتخش جسمك وبتفيدك. الجبنه الشيدر والموتزاريلا والكاشكفال والبرميزان، والجبنه المطبوخه طبعا مثلثات وكوبايات، والجبنه الرومي. ما اختار نوع جيد يعني، نوع جيد. انت عارفين الجبنه الرومي دايما بتبقى عامله زي البلاستيك كده، فحاول تستنضف نوع كويس يعني. الارز بكل اشكاله بقى، بسمتي وعادي، عادي تاكله زي ما انت عايز، مفيش مشكله. البطاطس بكل اشكالها، مقليه ومحمره ومسلوقه ومطبوخه، بالاضافه الى البطاطا. طبعا البطاطا حلوه، بس الدكتور ده قال يعني مش كتير قوي، لان اليافها بتبقى صعبه في الهضم يعني. والقرع والقلقاس والمشرم والكوسه، وكوسه طبخ ومحاشي مفيش مشكله، بس المحاشي مش كتير قوي برضو، الدكتور ده حذر منها، فبقدر المستطاع ما تكترش منها يعني. وممكن لو مرة في الشهر دي تبقى المسقعة، اللي هو البتنجان، مرة في الشهر يعني، ما تكترش منه كتير يعني. الفريك معانا من مسموحات، لأن ده طبعا يعتبر من الحبة الكاملة. والشيبسي، طالما البطاطس معانا هيبقى الشيبسي معانا. من مسموحات كل أنواع الفواكه وعصائرها ما عدا البطيخ. البطيخ يا جماعة، والدكتور ده برضو قال الشمام برضو نفس الكلام. الحمضيات بقى اللي هو الليمون والبرتقال واليوسف اللي هو الاستفندي، ده طبعا من الممنوعات، لأن ده بتعمل ضرر في الجسم. فدي يا جماعة تبقى مرة بس في الأسبوع، ما نكترش منها، هي مرة بس في الأسبوع بحد أقصى. معانا بعد كده العصاير المعلبة، أي نوع. الرمان والتين الشوكي يتعصر ويشرب متصفى، هي والجوافة طبعا. المانجا والخوخ عصير، لأن فيها ألياف طويلة ومحتاجة تتضرب في الخلاط عشان تسهل عملية الهضم على المعدة. عصير القصب معانا طبعا مسموحات. الجوافة طبعا زي ما قلنا تبقى بدون بذر، اكل وعصير لو هتاكلها تبقى من غير بذر، ولو تضربها في الخلاط يبقى احسن وافضل عشان تسهل على معدتك طبعا، وتصفيها طبعا. التفاح والكمثرى والكاكا بدون قشر. المربى بقى طبعا مسموحات بكل انواعها. والفواكه المجففه طبعا اللي هي بتاعه رمضان دي معانا، زي القراصية والتينية والكلام ده. الحلاوه الطحينيه والطحينه الغامقه، لان دي ما بيكونش فيها دقيق، فتستنضف نوع كويس. وحلاوة المولد من المسموحات، ما عدا الملبن والفولية والنوجة، لأن دي بتعمل تلبك في المعدة. البسبوسة فقط مسموحة، ويفضل من المحلات لعدم استخدامهم لبن أو زبادي أو البيض في التصنيع، أو دي حتى. وباقي الحلويات الشرقية ممنوعة، كل الحلويات الشرقية كلها ممنوعة بما فيهم التورتة. النوتيلا والشوكولاتة من المسموحات، والجيلي والغومي، وبذور عين الشمس دي مسموحات، اللي هو اللب السوري.
الطعمية الفلافل اللي هي مرة في الأسبوع، يعني أنا لو اضطريت تاكل الطعمية، لأن الطعمية طبعا الناس كتيرة بتحبها، هي تبقى مرة في الأسبوع بحد أقصى، ما تكترش أكتر من كده عشان ما تضركش يعني. اللحوم الحمرا مرة في الأسبوع، لو بقري أو جاموسي تتسلق جيدا وتتحمر، ومرتين بالأسبوع لو لحم ضاني. اللحم الضاني طبعا انت عارفين ده أنضف الأنواع، يعني ده ممكن تبقى مرتين في الأسبوع مفيش مشكلة، اللي هو الخرفان والماعز. مسموح باللحمة المفرومة والكبدة الضاني والكندوز والكوارع ولحمة الراس والممبار والعكاوي، كل ده من المسموحات. الأسماك بجميع أنواعها طبعا دي من المسموحات، ما عدا الجمبري والسبيط، وتفضل مشوية طبعا، انتوا عارفين المشوي بيبقى أفضل حاجة. المقلي هتضطر تحط دقيق، لا اما بقى تعمله مقلي بالنشا ما فيش مشكلة. الطيور بقى مسموح منها فقط الحمام والسمان، مشوي أو محشي، أرز أو فريك مفيش مشكلة. طبعا الفراخ من الممنوعات بره الطيور. الأرانب مسموحة، الأرنب طبعا ده لحمه جميل جدا. البروتين بقى عامة سواء لحمة أو طيور أو أسماك، يوم ويوم وليس يوميا. لو هتاكله يوم ويوم ماشي، مرة في الأسبوع شغال. المخللات مسموحة بالزيتون والليمون مش كتير، والخيار يكون مستوي وكويس ويكون مقشر. المشروبات الساخنة بقى والقهوة والشاي الأخضر مسموحة، الشاي الأسود اللي هو الأحمر لأ. الشاي الأحمر لأ، عشان بيعمل ارتجاع مريء وبيعمل التهابات في المعدة، ويبقى دايما بيبقى بدون مبيضات، محدش يحط مبيضات اللي هو الكليمر والكلام ده، دي من الممنوعات. هنبدأ دلوقتي يا جماعة بقى في الممنوعات في نظام الطيبات، ويا ريت بقى ورقة وقلم عشان الحاجات دي مهمة، يا ريت تكتبوها. وأول حاجة معانا في الممنوعات البيض. البيض طبعا ده أساسي، الدكتور ده قال ده ممنوع لأنه ريحته فاسدة وريحته مش حلوة وإخراجه مش حلو وبيعمل مشاكل في المعدة. اللبن والزبادي واللبن الرائب برضو دول برضو من الممنوعات، محدش يشرب لبن رايب يا جماعة، عشان اللي بيقول عليه مليان بروبيوتيك والكلام ده. لا، ده الدكتور ده حذر منه برضو. كل منتجات الألبان كلها توقفها، بما فيهم الجبنة القريش والجبنة البيضة وبجميع أنواعها. وطبعا الدقيق بقى بجميع أشكاله كلها، المخبوزات كلها بكل أنواعها، من أول العيش الفينو والعيش البلدي لغاية الكيك والكرواسون والباتيه والكريب والكعك والبسكويت والجاتوه والتورتة والحلويات الشرقية، كنافة بقى بجميع أصنافها، والبلح الشام والزلابية وأي حاجة داخلها دقيق أبيض تمنعها يا جماعة. بما فيها المكرونة طبعا واللازانيا. المكرونة دي طبعا كلكم عارفين ان هي بتصنع من الدقيق، ودي من ضمن الممنوعات، ومحدش ياكل مكرونة يا جماعة عشان بتعمل برضو تلبك في المعدة. المياه الغازية بقى اللي هو البيبسي والصودا، يعني اي حاجة صودا بقى ممنوعة بجميع انواعها. ومشروبات الطاقة برضو من ضمن الصودا دي، والبريل برضو الدكتور ده قال برضو من الممنوعات، وهو الفيروز والكلام ده كله. ممنوع الخضار الني مثل الخيار والخس والجرجير والبقدونس والكرفس والكزبرة والخضرة والجزر والفلفل الأخضر الني، اللي هي حاجات السلطة، مكونات السلطة كلها إن أنت بتاكلها نية دي توقفها. الفلفل الأخضر مسموح في المحشي بس، وهو أقل درجات الخضار المطهي المسموح. والفلفل الألوان ممنوع ني ومطهي، يعني لا تاكله ني في السلطة ولا تاكله مطهي يعني مستوي على النار، لأن ده طبعا بيعمل مشاكل في المعدة وبيضر جهازك الهضمي، بيبقى صعب على الهضم أصلا. الملوخية والفاصوليا الخضراء يعني لو نفسك فيها وبتحبها يبقى مرة واحدة في الشهر. طبعا مفيش حد بيقدر يستغنى عن الملوخية، فمرة واحدة بس، الدكتور سمح لكم بيها مرة واحدة في الشهر مفيش مشكلة. معانا بعد كده يا جماعة في برضو لسه حاجات معانا في الممنوعات. معانا ممنوع السبانخ والبسلة والفاصوليا البيضة واللوبيا والفول. الفول ده يا جماعة صعب في الهضم، فده لازم توقفه بأي شكل. ممنوع الفراخ طبعا، الفراخ دي أساسي، وهي طالما البيض ممنوع يبقى الفراخ ممنوعة. والكبد والقوانص، كبد وقوانص الفراخ برضو، يعني الفراخ والكبد والقوانص بتاعتها. البط والديك الرومي. وممنوع الجمبري والسبيط، دي بقى الحاجات الممنوعة من حاجات البحر، يعني طبعا كل البحر كل الفوائد، بس ما عدا الجمبري والسبيط لان دول بيبقوا عاملين زي البلاستيك كده. كل الادويه بقى والادويه الحموضه ممنوعه منعا باتا، هي ادويه الكوليسترول، الدكتور ده قال وقفوها باي شكل. وربنا يشفي كل مريض يا جماعه. ارجو ان انا اكون فدتكم في الفيديو دوت، وربنا يشفيني ويشفيكم ويشفي كل مريض باذن الله. وان شاء الله نحاول بس نتبع
الموضوع دوّة لمدة شهر كده هتحس بتحسُّن وإن شاء الله تستمر عليه على طول بإذن الله، يعني ده يبقى أسلوب حياة في حياتك يعني، لإن فعلًا الحاجات دي فعلًا بتعمل ضرر كتير، الليمون المنعدي بتعمل ضرر